واش ليلى سمعتي بجديد ولا مازال؟ هذاك شاكر اللي كنت معاه صاحب انس اللي كان يقرا معنا في لافاك راح يتزوج. من نيتك راك تمسخري؟ واش راني نتمسخر؟ راني صاح ونزيدك غدوه عرسو. تفاي نهار اللي كنت نقولك ما تيامنيش وهاو يلعب بيك وهاو يتمسخر بيك، شفتي دوك باعك براس بصله وخلاك مخلوعه من با ما حلبكش. معليش يسلك غاليه. سلك غالي عبالك ضحكتيني. شنو ديري لي زعما؟ اهلا بكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم جبت لكم اغرب قصه صارت في الجزائر. طفله اللي قتلت الاكس نتاعها ليله عرسو. واو، ابشع جريمه مع ابشع احساس. المهم اذا حبيتوا نسمعوا الحكايه كيف ما تنساوش لايك للفيديو، ابوني للقناه وتفعلوا زر الجرس. القصه صارت في ولايه عين الطفله عام 2017. كانوا كاينين زوج كوبل، ملاك وشاكر. المهم كانوا مع بعضهم لمدة 3 سنين. في هذوك 3 سنين ملاك كانوا يخطبوا فيها بزاف الخطابة، مي كانت تليكيدي وما تقبلش. على جال شاكر بيانسور، يعني تقدر تقولوا كانت تموت عليه. المهم جات واحد البريودة اللي شاكر وملاك تسيباراو، وشاكر حب يشوف حياته وراح خطب، حب يتزوج. اما ملاك ما كانت سامعه بوالو، حتى لواحد النهار جات لها واحده من صاحباتها باغي يقصروا شوي، هما يقصرون. بعد قالت لها واحد الهضره اللي خلات هذه الجريمه تصرى. قالت لها واش لالا سمعتي بجديد ولا مازال؟ وديريكت قالت لها اللي كنتي معاه راح يتزوج. مالك ما فهمت والو، حست بواحد الرجفه مي ما حبتش تبين سيرتو من صاحبتها. قالت لها بواحد لافاصو شغل حبت توصل لها نتاع عيال بهلوله. شوفي الخرجه اللي خرجها مالك. انا ضحكت وقالت لها راكي من نيتك، وقالت لها ما امنتكش. صاحبه مالك قالت لها راني كنت جايزه على دارهم وسمعت الصغاريت وزيد من تقصيد قالوا لي شاكر راح يتزوج وغدوه عرسو. من بعد قالت لها قلت لك ما تامنيش. ملاك رجعت راحت تطرطق وفكرت في واش قالت نومي ديال الزول، يا نديك انا يا يديك ربي. سيت ما قلت لكم الشاكر عنده صاحب ولا انتيم اللي سموه انس هذا كان يقرا مع ملاك وتعرفوا بيا. هزت التليفون تاعها وعيطت لانس وقالت له صح شاكر راح يتزوج. انس شغل ما حبش يقولها صح وقال على راك تسقسي. ملاك قالت له عبالي راني كونفيرمي برك ريبوندي لي معليش. انس سكت شوي وبعد قال لها ايه غدوه عرسو. مالك قارتها. بعد ملاك قالت لانس حابه نحكي مع شاكر للمره الاخيره. انس فهمها وش حابه وقال لها مانيش حاب ندخل في المشاكل اللي بيناتكم. مي ملاك بقات نسيستي وقالت له 5 دقائق برك، وبعد قال لها معليش كوبا. الغدوه من ذاك انس ركب شاكر معاه في الطوموبيل على اساس راح يديه يلبس الكوستيم نتاعو ويريقل روحو. المهم مشيو في الطريق لقاو ملاك تستنى فيهم. شاكر مين شافها بدا يخبط في روحو وقال انس هذه وش جابها نهار عرسي باغيه تخسر لي عرسي. انس قال له ما تقلقش. المهم حبت الطوموبيل، والوقت اللي كان شاكر يتدابز مع انس طلعت ملاك اللي بدات تدابز هي وشاكر. المهم صارت بيناتهم مضاربه كبيره. انس كان يكالمي فيهم، بعد هبطوا من الطوموبيل وشاكر بدا يقول لملاك كلام يجرح. ملاك تقلقت وناضت تبكي، وشاكر يقول لها غير بعديني وهي تحلل فيه. شاكر تقلق وحسها لاصقه فيه فوق اللازم. ملاك ما دارتش حساب للكرامه نتاعها، هكذا كانت تبان، مي هي دايره حاجه اخرى في بالها. شاكر من جرجر ملاك ورايح يلبس الكوستيم نتاعو، جبدت ملاك الموس من الصاك نتاعها وراحت ديريكت حطاته اسفل ظهر شاكر. لا. المهم بعد ملاك جبدت الموس نتاعها وراح تجري لانس اللي كان يشوف في صاحبه يموت قدامه وتشوكه من الشي اللي دارته ملاك. ما لقاوش يدير، نوض الطوموبيل وقلع ديريكت. هكذا كانت نهاية شاكر ربي يرحمه. ان شاء الله يا رب نكونوا كامل دينا العبرة. المهم ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي.